السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده انا جايه لكم بوصفه حلوه قوي، احنا بنحبها جنب الاكل. بنحبها في السلطات، بنحطها دلوقتي. دخلت كمان في المعجنات. وصفه حلوه قوي وسهله، والحاجات كلها من البيت. وكمان من بعد المقاطعه انا كان عندي ماركه معينه كنت بحبها بصراحه، اللي هي هاينز. والطعم بتاعها ما لقيتهوش من بعد المقاطعه، ما لقيتهوش في اي طعم تاني. فاحنا دلوقتي هنعمله هيدينا نفس الطعم بتاع الجاهز بالظبط، وبحاجات في البيت، والكميه اللي انت عايزاها تقدري تضاعفيها. انا بعمل عن نفسي، بعمل كيلو برطمان كبير، باخد منه طول الوقت في السلطات جنب الاكل. يعني هينفعك، وخصوصا كمان في رمضان هينفعك جدا. اول حاجه بيبقى معانا كوبايه لبن. انا حطيت في الكبه كوبايه لبن، بس لازم تكون اللبن يكون ساقع. تمام. في ناس بتعملها بالجبنه المثلثات. خلاص، انا مش بعملها بالجبنه المثلثات، انا بعملها بجبنه لبن طبيعي. بس ملح خفيف. عايزه تعمليها مش لازم تكون ملح طبيعي، يعني ممكن تكون ملح خفيف وخلاص. انا بعمل الكميه دي وهحط معاها كمان قطعه تانية اهي، زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، وهنضربهم دلوقتي في الكبة. بسم الله. انا هقفل بس عشان تسمعوني. عندي معلقة ملح صغيرة. انا بس انا مقدراها، هنحط معلقة ملح صغيرة. خلاص، وهنحط معلقة مستردة، بس معلقة مستردة كبيرة. نجيب بس كده الكبة عشان اعرف احط من فوق. معلقة مستردة كبيرة. هي اخر حتة مستردة، فعشان كده بتنزل بالعافية، لاني انا برضو مش عارفة اجيب نوع مستردة حلو برضو غير هاينز. بصراحة شركة كانت كل حاجتها طعمها يعني رقم واحد، ومش عارفين نجيب يعني منتج تاني. اللي يعرف منتج تاني حلو يقولي عليه في التعليقات يا جماعة، يشبه هاينز ونفس الطعم. انا حطيت دلوقتي معلقة مستردة والملح. تمام، هنضربهم مع بعض. وهنزل عليهم بقى بكوبايه ونص زيت. انتوا هتشوفوا دلوقتي الاختلاف. انا دلوقتي حطيت كوبايه ونص زيت، خلاص، على الجبنه، على اللبن، على الملح والمستردة. تمام، وكلهم اتضربوا مع بعض. احنا هنفتح عليهم دلوقتي كمان شويه عشان احاول ان الضرب الكتير بيربط المكونات. هنحط دلوقتي، بصوا يا بنات، انا قفلت بس عشان تسمعوني. انا دلوقتي معايا كوبايه، نص كوبايه خل اهي، نص كوبايه خل، عليها نص ليمونه، بس تكون ليمونه كبيره. لو ما عندكيش ليمونه كبيره يبقى مع ليمونه صغيره، عصير ليمونه صغيره، يا اما نص كبير يا اما ليمونه صغيره. خلاص، مع كوبايه الخل. هنحطهم دلوقتي هما الاتنين بقى. هننزل بقى كده صرصور كده من الكبه. حاجه معانا معلقه عسل كبيره. العسل دي بقى يا جماعه هي دي اللي هتظبط كل المكونات وهتطلع لك المايونيز تحفه. شايفين يا جماعه الكميه قد ايه؟ انا بس بقفل عشان اوريكم، ولسه هكمل ضرب تاني. هخلصه خالص، انا كده خلصت كل المكونات. هخلصه خالص، هضربه كمان شويه وهوريكم النتيجه. بصوا حبايبي، انا دلوقتي خلصت ضربته كويس قوي في الكبه. ولو انت لقيتيه المكونات كلها سايله منك شويه،
وعايزه تقليه اكتر يبقى تنزلي له سرسوب زيت لحد ما تشوفي السمك اللي انت عايزاه. خلاص انا نزلت شويه زيت بس لحد ما ايه ربط معايا وخلى السمك بقى كده. شايفين السمك بقى عامل ازاي؟ شايفين؟ بصوا الجمال. ومش قادره اقول لكم على الكميه اللي طلعت، نفس سمك الجاهز. وخلي بالكم بيتقل كمان لما بيتحط في التلاجة. هوريكم دلوقتي الكميه اللي طلعت معانا. بسم الله ما شاء الله. بصوا كل ده مايونيز. طبعا انت لو جبتي الكميه دي برطمانات هتخش لها مثلا في 300 جنيه يعني. بصوا احنا عاملينها بكلام فاضي، مكونات من البيت وحلو جدا ونفس طعم الجاهز. وعشان انا عامله الكميه الكبيره دي فانا عامله حسابي ان انا اعمل سلطات منها، هنعملها دلوقتي مع بعض برضو. شايفين الكميه؟ شايفين اللون والجمال والسمك؟ بصوا انا بصوا بميل الكبه ازاي. بصوا السمك مش سايل ولا اي حاجه. اللي بيربط معانا الخل، العسل، الليمون، الزيت، الحاجات دي كلها بتربط معانا المكونات.